يبدو أن المغرب عازم على مواصلة الاستثمار في بنيته التحتية وتطويرها لتكون جاهزة للأحداث الهامة التي ستنظمها المملكة في الأشهر والسنوات القليلة القادمة، إذ لا يكاد يمضي أسبوع دون أن نسمع عن ورش كبير قيد الدراسة أو يشرع في إنجازه. فبعد أشغال تأهيل الملاعب وأراش توسيع شبكة الطرق السيارة والخط السكي فائق السرعة، تم يوم أمس بالرباط الإعلان عن قرب إطلاق شبكة الجيل الخامس من الإنترنت 5G الأحدث من نوعها في العالم. ففي اجتماع حضره فوزي لقجع وعبد الوافي لفتيت، تم التأكيد على البدء في الإعداد لتجهيز المدن الكبرى للمملكة بالبنية التحتية الخاصة بشبكات الجيل الخامس، وفقا لما ينص عليه دفتر تحملات الفيفا بخصوص الدول المستضيفة لنهائيات كأس العالم، وهو ما سيمكن المواطنين من صبيب إنترنت فائق السرعة يصل إلى 10 جيجا بايت في الثانية الواحدة، أي أسرع ب10 مرات مما يمكن أن توفره شبكات الجيل الرابع المعمول بها حالياً.